السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل جلاش باللحمة المفرومة وفراخ بالشوربة وحبة رز كده بالبسلة حلوين. هنجيب مقلاية، أول حاجة هنحضر العصاج بتاع الجلاش وفيها حبة زيت وننزل بالبصلة. هنخلي البصلة بس تدبل شوية. أول ما تدبل هجيبها على جنب كده شوية وهنزل باللحمة المفرومة. هنزل باللحمة المفرومة بقى وهقلبهم مع بعض. وفي العصاج ما بزودش حاجة في البهارات غير الملح والفلفل عشان طعم العصاج ما يغيرش. هحط بقى الملح والفلفل. واقلبهم تقليبة واقوم مغطية عليها واسيبها يعني تستوي شوية. وبعد ما تستوي هقوم مزودة بقى ايه، فلفل اخضر. عندك فلفل الوان حطي براحتك، كل اللي انت عايزاه. هغطي عليها بقى واسيبهم يستووا مع بعض، الفلفل مع اللحمة مع البصلة كله يكمل سوا بقى. لو نشفت هزود لها طبعا حبة مية عشان اللحمة ما تتلسعش، ما تبقاش غامقة يعني. هنا كنت بجهز الزبدة عشان التوريق بتاع الجلاش. هجيب بقى صينية، هدهن القاع بتاعها زبدة. عايزة تدهنها بالسمنة عادي، بس الزبدة بتبقى فيها نسبة مية فبحس ان هي بتطري الجلاش، انما السمنة بتخليه ماسك في بعضه كده بتبقى مدهننة زيادة عن اللازم. بس كل واحد وطبعا وطريقته يعني واللي حبه. حطيت اول رقين، انا بحط رقين رقين. حطيت اول رقين وبدهنه بالزبدة واقوم مقفلة كده لجوه. واحط رقين كمان. تحت حطيت اربع رقات، اربع رقات من رقين رقين. او باخد رقين وبحط، يعني هحط 4 طبقات من الرقين دول. وهقوم حاطة العصاج في النص، واللي عملته تحت هو اللي هيحصل فوق يعني. هيبقى 4 رقات برضو من رقين رقين. برضو هدهن بالزبدة كده. خلصت الرقات اللي تحت، اقوم نازلة بقى بالعصاج. يا سلام لو كان في زيتون اخضر بقى كمان بيتحط فوق العصاج كده، بيدي تيست عالي جدا، بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. زيتون اخضر او اسمر عادي يعني. بس انا ما كانش عندي زيتون بصراحة مخلي، فاكتفيت بالعصاج بس بالفلفل الاخضر وبس. هقوم بقى بعد ما افرد العصاج كده، هحط بقى الرقات التانية اللي فوق، رقين رقين برضو لحد ما اخلص كمية الجلاش اللي عندي، لفة الجلاش. هدهن برضو زبدة وبدهن الأطراف كويس عشان ما تنشفش في الفرن. هفضل برضو أتني لجوه كده لحد ما أخلص الكمية، وآخر راق يا بقطعه يا بتنيه لتحت عشان طبعا يبقى شكل الصينية يعني مقبول ويبقى شكلها حلو.
كده اخلص كل الكمية اللي عندي. لو اول مرة بقى يا جماعة تشوفوا قناتي، يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير كده، وتعليقاتكم بتفرحني والله. هنا بقى جيت لاخر رق اهو بقطعه. انا دايما اصلا بتنيل تحت، بس في الفيديو معاكم يعني قطعته، بس انا دايما بتنيل تحت. بقطعه كده وبساوي على قد الصينية، وبقوم برضو مش مدهنة بالسمنة، وهشربه بقى باللبن والبيض. بساوي كده الأطراف وبدهن بالسمنة بالزبدة. مش عارفة ليه جت معايا سمنة. أدهن بالزبدة وأقوم بقى مقطعاه. تقطعي بقى مربعات مثلثات زي البيتزا براحتك، بس هو مربعات أحلى حاجة يعني. هقطعه كده بقى، وبعد ما يتقطع هجيب بقى كوباية ونص لبن، وعليها بيضتين وسط أو بيضة كبيرة. أنا كان عندي بيضة كبيرة حطيتها على كوباية ونص لبن، وبقوم حاطة ملح وفلفل. طبعا بخلي بالي من الملح والفلفل اللي في اللبن بالبيض ده، عشان العصاك فيه ملح وفلفل، عشان الجلاش ما يبقاش معايا حادق يعني. شربته كده بقى كويس وهميل الصينية يمين وشمال لحد ما تتشرب. نفسي اعمل حلويات من اول رمضان، وانا حصل لي حساسية كده وضيق في التنفس، والدكتور منع عني كل الحلويات. يعني الواحد في رمضان كان بيبدع بصراحة، اول رمضان يجي كده. الحمد لله. هنا بقى انا طبعا دخلتها الفرن على ارضية الفرن كده، على درجة حرارة 200 لحد ما تحت يحمر، ارضيتها تحمر، ارضية الجلاش يعني تحمر. بقوم فاتحة لها الشواية. هنا بقى هعمل الرز. جبت حلة وفيها حبة زيت وبصلة تدبل بس شوية، يا دوبك بس تدبل او تصفر سنة بسيطة كده. وبقوم جايبة البسلة والجزر مشوحهم مع البصلة، اديلهم تشويحة تمام كده. وطبعا لو انا حطيت الرز دلوقتي وزودت المية على الرز، البسلة والجزر مش هيستووا، فلازم ازود للبسلة والجزر شوية مية الاول، واسيبهم 10 دقايق كده لوحدهم يستووا. يعني هزود شوية مية واغطي عليها لحد 10 دقايق، وبعد كده هقوم بقى ايه مزودة الرز، وهشوح الرز معاهم بعد ما هي تتشرب ميتها كده البسلة. اهو انا حطيت شوية مية اهو، شوية مية مغلية طبعا، وهغطي عليها بقى. هنا بقى احضر الفراخ، المرتة بتاعتها بصلة طبعا وعليها ملح وفلفل بس. المرة دي هعمل فراخ بالشوربة، مش هعملها مستوية في عرقها، عشان يبقى في شوربة جنب الأكل يعني كده. احط المرتة كده تحت الجلد، وفي حلة على النار بحبة زيت أو سمنة اللي يريحك برضو، وفيها ورق لوري وفص حبهان وفص مستكة، وهنزل بالفراخ اديلها صدمة. انا لسه سايبة البسلة وبتستوي. هدي الفراخ صدمة بقى كده، واول ما تغير لون هسيبها بس زي ربع ساعة كده او تلت ساعة، واقوم مزودة عليها بقى ايه مية مغلية عشان ايه يتعمل لها شوربة. هغطي عليها
نزلت بالبصلة، حبة البصل اللي نزلت بيهم على الفرخة دول اللي كانوا باقيين يعني من المرتة، هاغطي عليها بقى وبعد كده أبقى أزود لها المَيّة بعد تلت ساعة كده. آجي هنا أشوف الرز بقى البسلة لقيتها استوت، هاضيف عليها الرز وأحط المَيّة بتاعة الرز وأدّي له تشويحة كده مع البسلة والجزر، عشان بس يتغلف بالمادة الدهنية اللي أنا حاطاها، وبعدين هازود المَيّة وأحط الملح بقى وشوية فلفل صغيرين مش كتير، فلفل أسمر. ملح، فلفل بسيط، وهاحط مرقة دجاج. عشان أغيّر اللون بقى ممكن أسيب الرز أبيض كده مع البسلة خضرا والجزر برتقاني ويعني شكلها حلو، وممكن أنا حطيت مرقة دجاج هنا أهو، مكعب مرقة بس، ممكن تحطي يا بهارات كبسة يا كركم، حاجة من الاتنين أو كاري، فأنا حبيت أغيّر اللون، فحطيت بصراحة بهارات كبسة. هاقلّب كده بقى لحد أمّا الرز يتردد ويتشرّب وهاغرفه. هنا طلّعت صينية الجلاش والفراخ استوت هادخّلها تحت الشواية، الرز خلاص جِهِز والجلاش خلاص جِهِز والحمد لله. ما تنسوش بقى اللايك والshare واستنوني في وصفة تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.